إحدى الغابات الكثيفة، عاش ثعلب ذكي يدعى روني. كان روني يعشق لحم الأرانب، وكان يحلم بأن يأكل 20 أرنبا في يوم واحد. لكنه كان يدرك أنه لا يستطيع القبض على الأرانب بمفرده، فقرر أن يستخدم ذكاءه لتحقيق هذا الهدف. بدأ روني بتخطيط خطة محكمة. قرر أن يقوم بإلهاء الأرانب وجذبهم إليه بواسطة أفكار مضحكة. في المشهد الأول، قام روني بتنكر نفسه بزي زهرة كبيرة وبدأ يرقص ويغني بصوت عال في وسط الغابة. لكن الأرانب لم تكن مخدوعة بمظهره الغريب واستمرت في الجري بعيداً عنه. في المشهد الثاني، قرر روني أن يستخدم طريقة أكثر طرافة. قام برسم وجهه على جدار الصخور ووضع قبعة كبيرة على رأسه. ثم بدأ في تقليد أصوات الأرانب وهو يصرخ: تعالوا هنا، يوجد طعام لذيذ. ولكن الأرانب لم تصدق الخدعة واستمرت في الابتعاد عنه. في المشهد الثالث، قرر روني أن يستخدم الطريقة الأخيرة. قام بتجهيز طبق كبير من الجزر والخس ووضعه في وسط الغابة. ثم قام بتغطية نفسه بأوراق الشجر ليبدو وكأنه جزء من الطبيعة. عندما رأت الأرانب الطعام اللذيذ، قررت الاقتراب بحذر. ولكن فجأة، قفز روني وصرخ: مفاجأة! مما أرعب الأرانب وجعلها تهرب بسرعة. استمرت هذه المشاهد المضحكة والمحاولات الفاشلة لروني لفت الأرانب. لكنه في النهاية، أدرك أنه لا يمكنه أن يأكل الأرانب بمفرده. فقرر أن يتعاون معهم بدلاً من مطاردتهم. أصبح روني صديقاً للأرانب وعاشوا جميعاً سعداء في الغابة، حيث تناولوا الجزر والخس واحتفلوا بالمغامرات المضحكة التي مروا بها. بعد أن أصبح روني صديقاً للأرانب، قرر أن يساعدهم في حل مشكلة كبيرة تواجههم في الغابة. كانت هناك عصابة من الذئاب الشرسة تهدد حياة الأرانب وتسرق طعامهم. لذا، قرر روني والأرانب الوقوف معاً ومواجهة هذه العصابة. قام روني بتجميع الأرانب وشرح لهم خطة محكمة للتصدي للذئاب. قرروا أن يقوموا ببناء فخ معقد يحبس الذئاب ويمنعها من الوصول إلى الأرانب وطعامهم. استخدموا الأشجار والحبال والفخاخ لإعداد الفخ الذكي. عندما حان وقت التنفيذ، قامت الأرانب بتشتيت انتباه الذئاب وجذبهم نحو الفخ. عندما دخلت الذئاب الفخ، تم تشغيل الآلية المعقدة التي أغلقت الفخ بقوة وأمسكت الذئاب داخله. كانت الأرانب سعيدة جداً بنجاح الخطة وبأنهم نجحوا في حماية أنفسهم وطعامهم. بعد أن تم التخلص من الذئاب، أصبحت الغابة آمنة وهادئة مرة أخرى. احتفل روني والأرانب بنجاحهم وقرروا الاحتفاظ بالصداقة والتعاون بينهم. أصبح روني الثعلب الذكي حارساً للأرانب وقائدهم في الغابة. وهكذا، استمرت قصة روني والأرانب في الغابة بشكل مضحك ومشوق. تعلم الجميع قيمة الصداقة والتعاون وكيف يمكن أن يتحقق النجاح عندما يعمل الجميع معاً. وظلت الغابة مكاناً سعيداً ومليئاً بالضحك والمغامرات الجميلة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة رانيا الصغيرة لنقدم لكم المزيد من القصص المشوقة والمضحكة. مع السلامة يا أصدقائي.